السلام عليكم، مرحبا بالجميع. موضوعنا في هذه الحلقة عن كلام يتلفظه الكثير من الناس وخاصة الأمة الإسلامية، يصفون أو يلقبون بالنبي الله محمد خاتم النبيين صلى الله عليه. زادوا له ألقاب غير موجودة في كتاب الله كأشرف المرسلين، أحسن خلق، وهم تلك الألقاب والصفات لم يأمرني أو لم يأمرنا الله أن نذكرها على النبي، وغير موجودة في كتاب الله. إذن القرآن تبيان لكل شيء، وهو يبين لنا كل كبيرة وصغيرة، ويحسبه البعض كقوله تعالى: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذن وسوف نسأل عن كل كبيرة وصغيرة، وأيضا هذه الألفاظ أو الألقاب التي لقبوا بها نبي الله محمد خاتم النبيين، أحسن خلق، أشرف المرسلين، حبيب الله. إذن نرجع إلى كتاب الله الذي هو تبيان لكل شيء، ويبين لنا هذا الموضوع. إذن أول شيء كما قلنا، المؤمن الذي يتمسك بكتاب الله، عندما تقول له هذه الكلمات أو الألفاظ أو الألقاب غير موجودة في كتاب الله، إذن ففورا يتذكر يتوقف عن تلك الألقاب أو الأسماء. إذن قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق. الله تعالى أمرنا لا نخلط بين أوامر الله وإخبارنا. مرات الله تعالى يخبرنا ومرات يأمرنا، إذن لا نخلط بين الأوامر وإخبارنا. إذن أمرنا الله تعالى أن لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الله تعالى أمرنا أن لا نفرق بين الأنبياء، كلهم سواسية، لا نفرق ولا نفضل بعضهم على بعض. إذا نرجع للآية الثانية، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة البقرة الآية 253. ماذا تقول؟ تلك الرسل. هنا الإخبار. عندما تقول له نتناقش مع الناس ونقول له لا تقول أشرف المرسلين أو حبيب الله أو نبي الله محمد أحسن خلق. إذن ونقول لهم ونتحاور معهم ونقول لهم ما تقولوش هذا الكلام غير موجود في كتاب الله، وأمرنا الله أن لا نفرق بين أحد من رسله. إذن يقول لك يأتون ويستدلون بهذه الآية: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولكن الله يخبرنا لا نخلط بين الإخبار والأوامر. أخبرنا الله أنه هو يخبر عن نفسه. ماذا قال؟ تلك الرسل
فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. تلك الرسل فضلنا، الله تعالى يخبر فينا، يقول احنا فضلنا بعضهم، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، هو يخبرنا. ولكن في نفس الوقت أو في نفس في كتاب الله أمرنا أن لا نفرق بين أحدهم. إذا لا نخلط بين أوامر الله وإخبارنا أنه فضل بعضهم على بعض. إذا هذا هو موضوعنا. الإنسان يجب أن يتوقف عن هذه الألفاظ، أول شيء غير موجودة في كتاب الله، أول شيء أيضا لم يأمرنا الله أن نتلفظ بها. كمثلا نأخذ مثال، عندما نقول أن نبي الله إبراهيم صاحب الله تعالى، عندما نقول النبي الله إبراهيم صاحب الله تعالى، إنسان يقول لك أعطيني دليل، قل له واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا صاحب. إذن فالدليل من كتاب الله، وتقولها وتكررها وبدون خوف، بدون أي حرج. الله تعالى اتخذ إبراهيم خليل صاحب. إذن وفضل بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. ولكن أنا أمرني الله وأنتم أمركم الله أيها المشاهدين والمشاهدات، وأنا أيضا أن لا نفرق بين أحد من رسله. إذن اتقوا الله يعلمكم الله، الدين هذا للجميع. انتظرونا في مواضيع مختلفة وعديدة، كل من كتاب الله فقط. السلام عليكم.